عندك بزاف لي شيت تاع الدراوات وما عرفتيش واش ديري بهم، ولا عندك مربعات لاوس وما عرفتيش واش ديري بهم، بقاو لك بزاف لي شيت من الزوره كي خدمتي البساطات. ارواحي نعتلك واش راح تخدمي بهم، بوشيت مكياج ولا اروع، والنتيجه صدمتني صدقا صادمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب الدعاء. يا ربي وارحم بابا واغفر له ونور قبره، يا ربي وارحم موتانا، يا ربي واشفي مرضانا، يا ربي طول لي في عمر ميمتي وعمار والديكم، آمين يا رب العالمين. لا فيديو تاعنا لنهار اليوم فيه إلا بقايا الأقمشة، كيما هذا قماش التيجر راني خدمت معاكم باغيغ دو دغا. هذا الزوره تاع لاوات كيما راكم تشوفوا فيها خدمنا بها بساطات. بقات لي قطعه طويله والعرض تاعها 10 سنتيم، حكمت لصقتهم في بعضهم. شوفوا فصلتها على شكل اشرطه على حساب الطول اللي نحتاجه، وجملتهم بالخياطه على بعد نصف سنتيم. وهذوك المربعات مربعات لاوس، خدمنا مع بعضنا لاوس باللون الاسود بزاف. كنت ديجا درت معكم مئزر مطبخ بالمربعات تاع لاوس. ليسونسيال البوشيت هذه صدقا النتيجه تاعها صادمه، الا من بقايا القماش ولا من لي شوت اللي بقاو لنا من الخياطه. يلا انا عندي هذا القطعه فيها الطول تاعها 48 سنتيم، اما العرض 33 سنتيم. خلاص نحتاجو لا دوبلور. لا دوبلور حاولوا ديروا على حساب نوع القماش. اذا عندكم كيما لهنا هذا التيجر، نقدر ندير البيج، نقدر ندير المارو، كيما نقدر ندير النوار. انا لهنا رايحه ندير النوار. جبت المربعات اللي عندي 25 على 25، رايحه نحي لها هذيك لا ليزيير. حطيت المربع الاول، نزيد نجيب المربع الثاني ونحطه في هذا البلاصه. يعني انا حابه ندير لا دوبلور لازم تكون قد القطعه تاع القماش اللي عندي 33 على 48 سنتي. خلاص المربع الثالث رايحه نفصلو على زوج. لهنا لازم تديروا حساب هذيك الخياطه اللي رايحين تجملوا بها المربع مع الشريط تاع المستطيل اللي راه في يدي. انا راني درتها فوق المربعه بهكذا تفهموني مليح. ما حبيتش نعطيكم القياسات وكامل رايحه تتخلط لكم، بصح كي تعودوا تشوفوا هكذا تعرفوا واش راني ندير. راني درت حسابي لهذيك الخياطه اللي رايحه تجمل المربعات. لكن انتم اذا حابين ديروا هذا البوشيت بقماش يعني تشريوه، لا دوبلور لازم عليكم ديروها زوج قطع، ما ديروهاش قطعه واحده، لازم ديروا زوج قطع فيهم الطول تاعهم 33 والعرض 24 ونصف ولا 25 سنتيم. باه من بعد نروحوا نخيطوا لا دوبلور من الداخل، رايحه تولي لنا قد البوشيت قد. ركزوا لي مليح على هذه النقطه باه من بعد في الخياطه نزيد ناكدها لكم. في المرحله هذه نروح نخيط الشريط هذا ولا المستطيل مع المربع، خلاص على بعد نصف سنتيم فقط. شوفوا لهنا اني خيطت المربعات في زوج. هذه هي اللي قلت لكم لازم قطعه واحده من القماش فيها 33 على 25. خلاص البنات نروحوا نجيبوا هذيك الزوره. اللي حابه تستخدم بلاوات تستخدم بلاوات. وذوك في الاخير رايحه نعت لكم في اخر لا فيديو رايحين تشوفوا بوشيت بلاوات وبوشيت بهذا الزوره ونقول لكم الفرق بيناتهم. هذا الزوره بعد ما خيطناها حبيت انا الخياطه هذيك اللي جات بالطول نحطها للاسفل. كي نحط يعني الوجه تاع البوشيت تاعي لازم يكون على الجهه الملساء، يعني وين ما كانش الخياطه انا حطيتها على الزوره هذيك وين ما كانش الخياطه، باه من بعد في الملمس تاع البوشيت تاعنا ما نلقاوش هذاك الدودانات هذوك تاع الخياطه. نروح نحكمها كامل بليزي بانغ ساير داير. ونجيو الان نديرو خطوط بالعرض كما تحبوا، يعني ديروا خطوط على جهه العرض ولا على جهه الطوله كما حبيتوا. المسافه بين خط وخط كما راكم تلاحظوا هي عرض المسطره، يعني بقيمه 3 سنتيم.
وانتم تحبوا تصغروهم من بعضهم، تحبوا تبعدوهم على بعضهم. من بعد نجيو نطرحوها بهذا الشكل هذا، نخيطوها مليح. لهنا الزورة راني نمشي بالغرزة رقم 3 على ما أظن، يعني عادي جدا. هذا الزورة راهي تاع البساطات، تلقاوها تتباع عند اللي يبيع القماش عادي. اللي ما حبتش دير هذا الزورة تقدر تخدم بلاوات. على فكرة القياس تاع الزورة هذه كما راكم تلاحظوا راهي خارجة على الجوانب في 4، لازم عليكم تديروا القياس تاعها أكثر من القياس تاع البوشيطة، أكثر من القياس تاع القماش. لازم في كل جهة تكون زايدة بقيمة 2 سنتيم، لأنه كي نجيو نطرحوا الحاجة رايحة تنقص لنا في القياس. بعد ما كملنا التطراح نجي نحي هذو الزوائد. أكره حاجة عندي كي نكون نخدم وتخلص لي الكانيطة، تحتمت عليا إذا لاحظتوني بدلتها، لكن درتها باللون الأبيض من الجهة السفلية. شوفوا ذيك النتيجة اللي تحصلت عليها. دوكا نروح نجيب الفيرميتور اللي رايحه نديرها لهذا البوشيت. لازم الطول تاعها يكون زايد على العرض تاع البوشيت. احنا عرض البوشيت درناه 33، لازم الفيرميتور تكون 35 حتى ل 36. لازم نديرو الزياده على الجهتين في 2 باه نتحكموا فيها في الخياطه. نحطوا وجه الفيرميتور على وجه البوشيت، من بعد نحطوا وجه لا دوبلور على ظهر الفيرميتور. ركزوا مليح. ولا وجه لا دوبلور على وجه البوشيت ايضا. خلاص نروحوا نخيطوا على الحافه. يعني لهنا يستحسن ديروا البيد بيش تاع الفيرميتور. اخي نعتها لكم في لي فيديو اللي فاتوا، هذيك رايحه تخيطها لكم على الحافه قد قد. ابداو بالبوان داغي وخلصوا بالبوان داغي، هذه حاجه لازمه. شوفوا ذيك النتيجه. الان نروحوا نخرجوا الخياطه، ندخلوا هذيك لا دوبلور للداخل ونروحوا نديروا سيغ بيكور على بعد 2 ملم. لهنا جيت نخيطها لقيت روحي ندير الكانيطه باللون الابيض، يعني نروح نبدلها باللون الاسود وندير سيغ بيكور. هذه هي. شوفوا راني درت سيغ بيكور على بعد 2 ملم. دوكا نروحوا نقلبوا البوشيت. شوفوا لهنا وجه الفيرميتور راه على وجه البوشيت ايضا. ركزوا مليح في هذا المرحله بالذات. من بعد لا دوبلور هذه القطعه الثانيه حطوها فوق لا دوبلور الاولى، بالك تغلطوا تروحوا تحطوها في الجهه الاخرى تاع البوشيت. لا دوبلور فوق لا دوبلور والوجه على الوجه، ونروحوا نخيطوا على بعد نصف سنتيم. هذه هي النتيجة. نجي الآن نفتح الفيرميتور تاعي. نتوما ديروا هذيك الفيرميتور اللي تتباع بالمتر، رايحه تجيكم سهله لهنا كي تخدموها وتكملوا. انا الفيرميتور هذه راهي تتحل. وايضا الفيرميتور كنت مركبتها في قطعه في قطعه اخرى، يعني ليسونسيال هذا السلعه تاع البوشيت هذه كامل كانت عندي في البيت. دوك تشوفوا النتيجه النهائيه تاعها ولا اروع. على بالي كل وحده تخيط راهي تتفرج فيا عندها قجور سبيسيال هذا الزوائد السلعه والفيرميتور بقايا القماش. المهم روحي جبدي لي هذاك القجر ونوضي دوك تخرجي لوحه فنيه. لوحات مش لوحه، على بالي باللي تخرجي منها حوايج بزاف. نجي ولا هنا نحطوا لا دوبلور فوق لا دوبلور ونروحوا نخيطوها في القاعده تاعها، لكن نخليو فتحه ما نخيطوهاش. لهنا عويشه راهي خيطت كلش، جابتها حصاد ونقله وخليتها لكم هكذا بالعاني. قلت انا باه ديروا حسابكم ما تنساوش، انا راني نخيط وراني نهدر مع الاولاد، با العقل راه مشوش. خليو هذا الفتحه ما تخيطوهاش، هذه هي الفتحه اللي رايحين نقلبوا منها البوشيت تاعنا. خلاص نروح ندير لها انا البوان داغي مليح مليح.
بهذه الطريقة. من بعد نروح نخيطوا الجوانب. دوكا نشوفوا كيفاش. دوكا نفتح لكم البوشيت وتشوفوا لازم لا دوبلور تاعكم تكون قد مع البوشيت هذه، ما لازمش تكون صغيره عليها. ولا هنا المقطع هذا تحذف لي دوك نفهمكم فيه. شوفوا تحكموا كيما راهي البوشيت هكذا، تخيطوا لها الجوانب تاعها بحيث جوانب لا دوبلور تخيطوهم في زوج مع بعضهم، وجوانب البوشيت تخيطوهم في زوج مع بعضهم كيما راهي محطوطه هكذا. خيطوا بهذا الشكل هذا. كي تكونوا تخيطوا فيها لازم تحطوا مليح الفيرميتور فوق الفيرميتور قد، ما لازمش يكون هذاك الديكالاج. من بعد نحكموا القرنيه تاع لا دوبلور، نحطوا الخياطه مع الخياطه تاع الجنب مع الخياطه تاع القاعده تاع لا دوبلور، نحطوهم فوق بعضهم ونروحوا نخيطوا مثلث، يعني نهبطوا من راس المثلث للاسفل بقيمه 3 حتى 4 سنتيم ونخيطوه. نزيدوا القرنيه الاخرى المقابله. من بعد نروحوا للقرنيه تاع البوشيت ايضا بنفس الطريقه، نخدموها نطويو القماشه تاعنا، من بعد نوليو نخيطوا ذيك القرنيه. كما راكم تلاحظوا لهنا كنت ديجا صورت وراح هذاك المقطع، ولا ما كنتش نصور الله اعلم. شوفوا هذيك القرنيه تاع لا دوبلور بعد ما خيطنا لها القرنيه تاعها ونحينا لها هذاك المثلث، نجيو نحطوها فوق القرنيه تاع البوشيت ونخيطوها مليح، نخيطوها شحال من مره باه ما ديرناش باه ما تتفتحش عفوا، ولا نديروا البوان داغي. لهنا الزوره راهي خشينه شويه. نزيدو نشوفوا القرنيه الثانيه نروحوا نخيطوها فوق القرنيه المقابله. هذه الطريقه هذه رايحه تخلي لنا لا دوبلور لاصقه في البوشيت، يعني ما تقعدش حره اونكا، يعني نجيو نجبدوا حاجه ولا ماشي نجبدوا معها لا دوبلور، نلقاوها لاصقه لداخل. ذكر نروح ندخل لنا راس السحاب لانه راها على برا، ونحي هذا الزوائد تاع الفيرميتور. بالك تغلطوا ولا تنسيو راس السحاب على برا ما تركبوهش. نحي الزوائد تاع الفيرميتور ونقلب البوشيت تاعي. تبقى لنا المرحله الاخيره اللي هي القاعده تاع لا دوبلور، ماهيش مخيطه، هي اللي رايحين نقلبوا منها البوشيت. بعد ما نكملوا مره نروحوا نخيطوها. بعد ما كملتها كامل عدلتها مليح، خيطت هذيك الفتحه تاع لا دوبلور. هذه هي النتيجه النهائيه تاع البوشيت لنهار اليوم. الا من بقايا القماش من مربعات لاوس اللي يبقاو لنا خدمنا بوشيت ولا اروع، يعني تصلح لمشاريعكم. هذيك لا دوبلور مالغري هذوك المربعات تلاقيوهم مع بعضهم ماهيش رايحه تبان باسكو راهي من الداخل. اذا طبقتوا نفس الخطوات نفس القياسات اللي درتهم انا، هذا هو الكبر تاع البوشيت تاعنا. شوفوا واش ترفد، دوك تشوفوني واش ندير فيها. ترفد الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. وتقدروا تخدموها بالزوره كما تقدروا تخدموها بهذيك لاوات اللي نخدموا بها خمارات المطلوع ولا الكوات ولا عادي جدا. هذو تلقاوهم عند محل بيع الأقمشة، يعني اللي يبيع الكتان تاع الروب والحجابات يبيع لاوات والزوره هذه. خلاص شوفوا البوشيت هذه البيضاء خدمتها بلاوات عادي اللي نخدموا بها لكوات. اما اللي راهي هذه تاع التيجر يعني اللي خدمناها اليوم خدمتها بالزوره. هذه تجي ثقيله على الاولى، لكن في زوج يجيو واقفين وهما فارغين يبانوا معمرين. شوفوا يعني الخدمه تاعها والله بزاف هايله وعجبتني بزاف، وباذن الله الواحد يعتمدها كمشروع مربح 100%. يلا انا نخليكم على فيديو، ونتمنى ان شاء الله تكونوا درتوا لي هذاك الجام واكتبوا لي تعليق اسكو عجبتكم ولا لا. واللي مازالت ما اشتركتش راح نقول لك ضيعتي بزاف معلومات في مجال الخياطه، وهذا يعني ماشي غرور مني ولا راني نشكر في روحي، والله غير قناه تعليميه بامتياز. يلا مشاهده ممتعه للجميع ومع السلامه.